اهلا بيكم في قناة مامي ريم وكارما. هنحضر مع بعض النهارده الستريبس من الالف للياء، من اول التقطيع بتاعه لحد السوا وطريقة التقديم. هقول لكم على كذا فكرة كده تعملوا ايه جنبه بحيث ان تبقى وجبة غدا كاملة، وفي نفس الوقت الستريبس يبقى جوسي كده من جوه وطري ومحتفظ بالسوائل بتاعته، وفي نفس الوقت يبقى الكفر الخارجي بتاعه مقرمش وثابت. يعني بصوا انا بفتحه قدامك اهو، فراخ من جوه مش ناشفة كده او مجلدة، لا، وفي نفس الوقت الكفر ثابت عليها. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لقناة مامي ريم وكارما على اليوتيوب، وفعلي زر الجرس على كل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. الوصفة دي احنا عايزين معاها زبادي او لبن رايب. طيب انا ما عنديش لبن رايب، فجبت لبن وحطيت عليه معلقتين كبار من الخل، يعني كوباية الا معلقتين كده من اللبن، وزودت عليهم معلقتين كبار من الخل. واول ما يبتدي كده يقطع معايا ويروح ابتدي ان انا استخدمه، فهسيبه كده على جنب. عملته اول حاجه واسيبه على جنب لحد ما اقطع الفراخ. انا عندي صدرين من الفراخ، خليهم طبعا من العظم. بصوا انا بشيل الموزه كده زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا اقطع الفراخ بالطول. انا عايزاها تكون ولا رفيعه قوي ولا سميكه، يعني تبقى بالحجم اللي انتم شايفينه ده، عشان انا لو رفعتها قوي هتنشف. في نفس الوقت لو سميكة قوي يعني هتتأخر معايا في السوا، وهيضطر ان الكفر الخارجي يبقى غامق قوي معايا لما تطول شوية في السوا. السمك اللي انتوا شفتوه معايا ده هيطلع معاكي قطعة ستريبس كده محترمة. وهاخد الفراخ انقعها في المية وملح وخل حوالي 5 دقايق كده، بس عشان لو في اي زفارة فيها تتشال. عقبال ما اجهز الكفر الخارجي، انا جبت كوباية من الدقيق، حطيت عليها معلقة من مرقة الدجاج اللي بنشتريها من عند العطار، معلقة كبيرة من البابريكا، وعلى طرف المعلقة كده من الشطة، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة من الشطة، وتوم بودر وبصل بودر، ومعلقة كبيرة من الفيجيتار السايب اللي بنشتريه من عند العطار، ده بيكون متبل وهيديني نكهة كويسة للستريبس بتاعي. وهنزل عليهم ببيضايه كده، وعليها طبعا في بيض وفي لبن، فهحط فلفل اسود وفراخ، فالفلفل الاسود اساسي. وهحط عليهم نص معلقه صغيره من الملح. الفيجيتار فيه ملح، ومرقه الدجاج بتكون مملحه، فانا مش عايزه الملح يكون زايد معايا شويه، فهكتفي بنص معلقه صغيره على الكميه دي كلها بس. اللبن بتاعي بدأ يتكتل كده وهيروب، فحطيته على الخليط بتاعي وهقلبه كويس جدا. لو عندك مضرب سلك اعملي بيه، هيسرع معاكي. انا عندي بس للاسف انا عيالي بيلعبوا بالحاجات دي فبتضيع، يعني مش بلاقيها على طول. فقلبته كده زي ما انتم شايفين، وده السمك بتاعه، ولا زودت ميه ولا اي حاجه. كوبايه الدقيق خدت مني كوبايه ميه وبيضايه وتوابل اللي قلت لكم عليها. لو انت حاسه ان السمك بتاعه هيبقى تقيل شويه ممكن تزودي معلقتين ميه ولا حاجه. غسلت الفراخ من محلول النقع، حطيتها في مصفى بحيث انها تنزل اي ميه موجوده فيها، عشان الخليط بتاعي ده ما لو نزل فيه ميه كده هيخف شويه. وانا عامله الكفر ده مظبوط، يعني انت لو مش عايزه تصفي الفراخ من الميه بتاعتها ممكن تتقلي الخليط ده شويه، بحيث انك لما تنزلي بالفراخ عليه ويخف شويه كده يبقى برضو سميك وقطعه الستريبس بتاعتك كده متغلفه كويس بالخليط ده. اغطيه وادخله التلاجة من 2 ل6 ساعات. طيب لو انت عايزه تبيتيه طبعا هيكون افضل، هيشرب من التتبيله كويس وهتمسك فيه كده وهيكون طعمه اقوى. مستعجله معاكي من 2 ل6 ساعات وبيكون طعمه حلو برضه. انا ممكن اعمله بدقيق، بس انا فضلت ان انا اعمله المره دي بالكريسبي السايب عشان يكون مقرمش اكتر. بالدقيق بيكون حلو جدا، لكن بالكريسبي انا بحب نكهه الكريسبي كده في الفراخ عموما. وكنت حاطه عليه رشه ملح وفلفل اسود. بعد 3 ساعات طلعت الفراخ بتاعتي وهبتدي ان انا اغلفها كويس. بصوا انا مش بنزل الكفر السايل ده من عليها، لا، انا عايزاها تبقى متغلفه كويس، وانزل عليها كده بالكريسبي واضغط بقى زي ما انتم شايفين. اخد من بره لجوه، يعني اخد الكريسبي كله كده من بره لجوه وانفضه، بحيث ان هي تعمل معايا القرمشه كده او بتبقى مكشكشه شويه. ما احطش ايدي مباشر عليها، لا، انا باخد كده الفيجيتار من بره واضغطه كده لجوه. ومهم جدا الضغط ده، بصوا انا بضغط واحاول ان انا انفضها وارجعها تاني. الضغط كويس ده بيخلي الكفر حتى لو مش حاطه بيض بيخلي الكفر معاكي يبقى ثابت. بصي زي ما انت شايفه كده كنت بنفضها لحد ما عملت الكرمشه اللي انتوا شايفينها دي. لو ما عندكيش الكريسبي ستيك ده تعمليها بدي وترشي عليه ملح وفلفل اسود كده خفيف وتتبليها بيه عادي، مش هتحطي اي تتبيله تانية عليه. هو بس هنكتفي بتتبيله الملح والفلفل الاسود، بيديله نكهه، والفلفل الاسود بيبقى حلو عموما وبيديله حته سبايسي كده. طبعا رشه الشطه اللي احنا حطيناها في التتبيله دي ملهاش طعم خالص، يعني انت بعد ما تطلعيه لو عايزه ترشي عليه شطه وتقلبيه كده، بعد ما تطلعيه من الزيت ترشي عليه حبه شطه وتقلبيه كويس، ده كده هيكون سبايسي. لكن رشه الشطه اللي حطيناها في الخلطه دي ملهاش طعم نهائي، بس بتديكي نكهه بسيطه لكن ما بيبقاش مشطشط ولا حاجه. لو انت مش حابه تحطي بيض ما تحطيش، البيض هنا اختياري.
وما تخافيش من الكفر، طول ما انت بتضغطي كويس في الخطوه دي، تضغطي كويس جدا، تدخليه كده ما بين الانسجه، يعني الفيجيتار او الكريس دي تدخليه كويس ما بين الانسجه كده وتضغطي عليه، هيبقى يفضل ثابت معاكي سواء ببيض او من غير بيض. سبق وعملت معاكم قبل كده البانيه ما حطيتش فيه بيض ووريتكم الكفر كان ثابت عليه ازاي وكان لونه ذهبي. هسيب لكم لينك فيديو البانيه في صندوق الوصف وفي اول تعليق. وانا عموما من عادتي ما بحطش بيض في التتبيلات، بس انا لازم اقدم لكم يعني الطريقه في كذا فكره، بحيث يعني ببيض او من غير بيض، بحيث ان انتوا تستفادوا. يعني لو حابه تحطي بيض تعمليه بالطريقه دي، مش حابه اعمليه بالطريقه التانية، كله ينفع. اهم حاجه بس تلتزمي بالتريكات اللي بقولك عليها. الزيت بتاعي سخن جدا وفي نفس الوقت هديت عليه النار تبقى وسط، يعني ما تبقاش هاديه قوي ولا عاليه قوي، ومش شرط ان الزيت يكون غزير ولا حاجه. انا اول ما حطيته كده بعد ل3، يعني بحط قطعه واعد 1 2 3 وانزل بالقطعه التانية، بحيث ان القطعه بتبقى نازله كده بتهدي درجه الحراره بتاعه الزيت. فانا مش هحط كله ورا بعضه وارصه، درجه الحراره تقل كده والزيت ما يبقاش بيغلي، فبستنى حوالي 3 ثواني كده وانزل بالقطعه التانية. اول ما الطبقه اللي من تحت كده تتشمع معايا وتبقى ناشفه واقعد اهزها كده بالطاسه بتاعتي، اول ما الاقيها نشفت واتشمعت كده كويس ابتدي بقى اقلبها على الجنب التاني. هو مش بياخد معايا وقت ولا حاجه، يعني يعتبر 3 دقايق على كل جنب. وطبعا قبل ما بطلعه من الزيت بعلي النار تاني بحيث ان هو ما يبقاش شارب زيت ولا حاجه، ولما اجي اطلعه على مصفى زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان هو يتخلص من اي زيت موجود فيه. تعالوا اقول لكم بقى نعمل جنبه ايه. انا عملت قبل كده معاكم صوص الجبنه ده، بيبقى طعمه تحفه وبيحلي اي اكل. انا عايزاكم تجربوه، هو صوص اقتصادي بمكونات موجوده في كل بيت. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. كنت عامله معاكم صوص الجبنه ده في فيديو الفطيره الكدابه، طعمه حلو جدا، انا عايزاكم تجربوه. وعملت جنبه رز مبهر، لو مش عايزه تعملي رز ممكن تعملي مكرونه الفريدو، او ممكن تاكلوه سندوتشات بصوص الجبنه ده وكاتشب ومايونيز، بيبقى طعمه حلو جدا. الفراخ بتاعتي استوت وفي نفس الوقت طريه، مش ناشفه كده من جوه ولا حاجه، لا طعمها جوسي كده وناعم، والكفر بتاعها ثابت زي ما انتوا شايفين. انا عايزاكم تجربوه ان شاء الله هيعجبكم. وانا كده اكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب لقناة مامة ريم وكارما على اليوتيوب، والسلام عليكم.